الفيديو ده للناس اللي عايزة توفر وتعمل بسكوت ما يتنسيش. ولو فاكرين ان بسكوت العيد صعب فاستنى عشان تشوف طريقتنا، عشان هتاكل بسكوت بيدوب في البق ومفيش احسن منه. يلا نوريكم الطريقة بسرعة. يلا بسرعة. هلو هلو بصي بقى جبنا لكم ايه عشان مش كل مره مضرب يتكسر. يعني انا بقول نضرب بالمضرب الكهرباء احسن. طب ونستخدم ده في ايه؟ يعني جايبينه بالشيء الفلاني عشان ما نستخدموش. اول حاجه 400 جرام سمنه على زبده. امشوا بالاوزان بالملي. 400 جرام هي 400 جرام مش 401. السمنه والزبده هي ساقعه بس مش مجمده، طريه يعني. هنحط عليهم 250 جرام سكر باودر. نبدا مرحله الخفق. انا اي حاجه فيها تقليب وخفق وضرب وتعجين بحبها. وانت بتعملها لهم بالمضرب اليدوي كمان ما يبقاش فيه اي حجه. يعني اللي ما عندوش مضرب كهرباء يعمل يدوي. هتعملوا يعني هتعمل. خلينا زمان كانوا بيعملوا ايه يا ست بايديهم. طب وازاي خليتيني اعمل بالمضرب؟ كنت مش عارفه اني بحب ايدي. يلا مو شمري لي. يلا بصوا الشكل الكريمي الجامد التحفه. اتغير لونها واتحولت من الاصفر للابيض بلون الكاستر بس قوام الكريمه. ايوه. هنبدا ننزل بقى ببيضه. معانا 4 بيضات. ننزل بيضه لما تختفي كل بيضه نحط البيضه الثانيه. ادي انا رايي ايه؟ اتني كده جلاليب وعيد بقى وكده. لا احنا عايزين نعمل يونيفورم. والله احسن. هنقول يونيفورم احسن. بس هوريهم الجلاليب والاوتفيت بتاعي ازاي. نوريها لهم بقى في اللايفات. البيضه الثانيه بسم الله. هي دي مضارب ولا بلاش؟ والله طب حلو قوي. حلو والله لذيذ. بس انا بستسهل. انا عارف انك بتستسهلي بس هو فعلا جميل. هي صح عشان لو حد عايز يعمل بالمضرب يبقى ملوش حجه. يعني بصوا هتعملوا هتقضوا كحك وبسكوت السنه دي. هتقضوا ان شاء الله كحك وبسكوت السنه دي. نفس القوام تقريبا بس بقى كريمي اكتر. ماما انت مش بتشمريه بضمير. ايوه كده. انا شمر لك ليه؟ ما تشمر لنفسك. مش انت حبيبه قلبي. ماشي. يس. معانا كيس فانيليا بالبرتقال. وده احنا بنحب البسكوت البرتقال بتاعه خفيف شويه عشان كده هنستغنى ان احنا نحط بس فانيليا برتقال. طب في ناس بتحب من غير برتقال خالص حطوا فانيليا عاديه. برضه لذيذ. لقد امتزج. وفي الخطوه دي معانا معلقه كبيره نشادر هننزل عليها بنص كوبايه ميه. هننزل كمان بمعلقتين لبن باودر. ننزل بيهم بقى على الخلطه بتاعتنا. ندي الميكس التمام. انت مالك كمان حزينه ليه؟ ليه حزينه؟ مش عارفه مشكلتك. ده بالعكس انا سعيده وانا بعمل الحاجات دي. انا بحب الحاجات دي قوي. بحب الكحك قوي البسكوت قوي. انا بحبك قوي. ثانك يو فيري ماتش. يعني هي عشان عدلت لك شعرها بدقنك تقولي لا عدلت لي على اساس وانا عمال اقول لك بحبك على اساس ان انا شعري دقني وانا عمال اقول لك بحبك واعمل وانت حتى ما ده حبيبي يا مؤمن. بعد ايه؟ ما انت لو عدلت لي شعري اتشنب. بس يا حيوان. متعه والله العظيم اللي ما بيعمل الحاجات دي متعه كتير قوي. بالذمه متعه ولا مش متعه؟ متعه طبعا. احلى حاجه وانضف حاجه ومعموله في البيت. هي مش دي المتعه. المتعه في العميل مش في الأكل. ايوه يا سلام بقى لو عندكم اطفال وتجمعوهم كده وكل واحد يعمل حاجه. ياه متعه. خليط بقى بهذا الشكل الرائع التحفه الجامد اللي مفيش منه 2. هننزل كيلو دقيق منخول سنه. انزل لك انا شويه. اديني يا معلم. قلبه بالراحه في الاول بس عشان الدقيق ما يتناثرش. ايوه مش عايزينه يتناثر. اوعى ريحه النشادر طلعت. هو احنا مش بنعجن. احنا عايزين نلم بس. بنقلب بالظبط. مش هنعجن. احنا هنقلب. هو بايدك احسن. هو ده الكلام بقى. شايفه الايد احسن من الاسباتيولا. بتوعي بقى بايدي ومش بايدي بلاش بقى اقول لكم اللي في المطاعم والمحلات بيعملوا ايه بايديهم. على الاقل احنا ضامنين ايدينا وغاسلينها. بسم الله كده بنلم بس مش بنعجن. طبعا كده مفيش حد بيستخدم جوانتي البيت. يعني جوانتي ده لو هنعمل في مطعم بتاع. أيوه. وبعد التقليب بتوصل للعجينه اللي هي خفيفه ومش بتلزق وفي نفس الوقت طريه. يعني مش عجينه اللي هو عشان نقدر لما نحطها في الكيس تبدا تطلع معانا بسهوله. حط بقى في الكيس بسم الله في صاج مش مدهون ولا حاجه. نبدا نرص كده. وممكن البديل الاسهل لدي لو عندكم المكنه. المكنه وفي منها كهرباء كمان يعني. لا بس احنا بنحب اللي مش بديل. ليه؟ كله يعمل. وبعد ما رصينا اول صاج بالشكل التحفه ده هندخله على فرن على درجه حراره 180 ساخن مسبقا لغايه ما ياخد لون. في الرف اللي في النص وفرن يبقى سخن جدا. انت مالك خدودك بقت شبه فراوله كده ليه؟ فراولايه. الكميه اللي احنا عملناها دي تقريبا بتعمل حوالي 2 كيلو بسكوت صافي. لو عاوزين تعملوا كيلو بسكوت صافي اقسموا الكميات على طول. تقريبا تكلفته متكلفه ان احنا نشتري كيلو من فرن في الشارع. بس عاوزين نوضح للناس حته احنا
مش دايما بنقولها. ايه اكتر حاجه احنا عاملينها هنا تخليه يوفر؟ اكتر حاجه تخليه يوفر السمنه. ايوه، احنا بقى مش عاملينها لكم او بنقول لكم حطوا زبده واحنا حاطين حاجه تانية، لا احنا عاملين ميكس ما بين الاثنين، 200 جرام زبده و200 جرام سمنه. ايوه، وبرده بيدوكوا النتيجه كويسه جدا والريحه تحفه جدا. بالظبط، فيبقى كل ده في الاخر معمول بربع كيلو زبده، وعلى فكره او بقى اقل كمان. في ناس برضو استخدمت زبده فرن برضو بتدي نتيجه حلوه. بالظبط، ما توقفوش الدنيا عشان انتوا عاوزين تعملوه بزبده، لا الامور ابسط بكتير. ولازم نفرح ولادنا في البيت عشان نحسسهم بالعيد، وبجد هيطلع طعمه احلى واجمل وكل حاجه فيه ممتعه، احنا بنستمتع بعمله اصلا. الحاجات دي هي فرحتها في عمايلها. لا وغير كده ماما بصراحه طعمه اجمل. انتوا جربوا الطريقه دي ان شاء الله مش هتفشل معاكم وهتدوقوا احلى بسكوت. ولو عاوزين كيلو واحد بس صافي اقسموا المكونات بالنص على طول. وكل سنه وانتم طيبين ودمتم سالمين، وعيد سعيد، جربوه ضروري.